معانا في برنامجكم كل بلد اكله، والنهارده اول يوم ليا معاكم ان شاء الله في السنه الجديده. اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل ايامكم سعاده وكلها هنا. وطبعا اخواتنا الاقباط اعيادهم اليومين دول وبيحتفلوا اليومين دول، وكمان كام يوم ان شاء الله ربنا يجعل ايام المصريين كلها سعاده وتبقى دايما فرحه علينا كلنا. النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن من اللحمه، هنعمل طاجن بالخضار، انواع من الخضار المختلفه، هنسويها تسويه ظريفه وهنعملها مع بعض. وبتتقدم في الطاجن الصغير، بتتقدم انفيدوال زي ما بتتقدم في المطاعم او بتتقدم فرد، يعني كل واحد بياخد طاجن صغير كده وبياكله. بس ازاي بتتعمل او في المطاعم؟ هل احنا بنعمل في المطاعم طواجن صغيره وبنرصها كده ونسويها في قلب الفرن والكلام ده، ولا بنعملها ازاي؟ هنعملها مع بعض النهارده ان شاء الله. وهنقدم نوع من الشوربه بما ان احنا في الشتاء والشتاء شديده قوي علينا اليومين دول، فلازم نكتر شويه من الشرب. عدس ماشي، بصل ماشي، طماطم ماشي. هنعمل النهارده شوربه بروكلي وهنعملها بطريقه ظريفه وسهله جدا. اتمنى ان انتم تتابعونا ان شاء الله فيها وهتعجبكم ان شاء الله. اخر حاجه هنعملها، هنعمل نوع من انواع السلطه الحلو جدا اللي هو برضو غني جدا بالطاقه وغني بالالوان اللي موجوده فيه، اللي احنا محتاجينها برضو علشان نقدر ولادنا يبقى عندهم باور، وخصوصا ان هم في فتره امتحانات. نبتدي مع بعض الحلقه بتاعتنا. اول حاجه هجيب الطاسه بتاعتي واحطها على النار. نقول مع بعض كده شويه مكعبات لحم بقري هتتقطع مكعبات صغيره، يعني تقريبا 300 جرام 350 جرام كفايه قوي بالنسبه لثلاث طواجن، لان الطاجنين او ثلاثه دول حوالي 350 جرام. الطاجن بياخد 100 جرام تقريبا لحمه، من 100 ل 150 جرام، ما يزيدش عن كده. كويس. فاحنا مجهزين اللحمه بتاعتنا ومتقطعه مكعبات صغيره عشان في التسويه تبقى سهله. عندي شويه بسله، والبسله مفيده جدا، وخصوصا ان هي من البقوليات الحلوه قوي اللي فيها نسبه عاليه من الفيتامينز فمحتاجينها معانا. بصل، هاخد معاها كوسه، بصل اخضر، هاخد معاها فلفل اخضر، شويه كزبره خضراء صغيره، هناخد معاها شويه جينجر صغيرين، وشويه كاري او كركم اللي موجود عندك، وبصل وشويه توابل ظريفه. هنتبل مع بعض ونشتغل واحده واحده، وقرفه خشب كمان بتديني تيست حلو قوي. يبقى احنا الطبق بتاعنا غني جدا. وهنا هشتغل كمان معاه ليمون معصفر لانه بيديني طعم حلو قوي وشيق جدا. نبتدي مع بعض كده. وبما ان احنا هنشتغل لحمه مش هحط دهون كتير، هعتمد على اللي هينزل من اللحمه. هاخد بس معلقه زيت واحده، زي ما انتم شايفين معلقه زيت واحده كده، اقل من معلقه كمان، مجرد بس ان انا ادهن بس الطاسه بتاعتي او الحاجه اللي انا هعمل فيها. طبعا انا مش هقدم هنا، يعني دي لمجرد التسخين ان الزيت عندي يسخن وهبتدي اخد فيها اللحمه. هنا هاخد اللحمه الاول، مش هاخد البصل. يعني هنا في كل الاكلات بتاعتنا الطبيعيه ان احنا بناخد البصل الاول، لا احنا هنا هناخد اللحمه بتاعتنا الاول. وهنبتدي باللحمه يا محمد. الو الو الو. ايوه، السلام عليكم. شوف خالد، ازيك يا محمد بيه؟ اخبارك؟ ازي حضرتك؟ بخير طول ما انت بخير يا فندم. الحمد لله، كل سنه طيب يا شيخ خالد. وانت طيب، صحه وسعاده. الله يخليك يا شيخ خالد، الحمد لله بخير يا رب دايما. ربنا والله. وامرني لو سمحت يا شيخ خالد، بس كنت عايز اسال على الرز ابو لبن بطريقه كويسه. انا مش سامع، بس بتقول يا فندم؟ كنت عايز اسال على طريقه الرز ابو لبن بس بطريقه كويسه. نقول لك الرز بلبن حالا. احلى طريقه الرز بلبن زي ما بتشتريها من بره. انا عارف ان الناس بتدور على طريقه. بصوا شايفين صوت اللحمه ده حلو قوي. اللي نازل من اللحمه ده يا جماعه مش دم، دي عصاره اللحمه نفسها. لو عصرت اي حاجه في الدنيا بتنزل اللون بتاعها. يعني ما اقدرش اقول هعصر خضار هينزل لونه اخضر، هينزل لي حاجه لونها اصفر. لازم هتنزل خضره. اللحمه برضو العصاره بتاعتها بتبقى حمراء مش دم. هاخد كده اللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين، انا بوزعها مش بحطها على بعض، انا عشان ما اقلبهاش. اسيبها كده تعمل تشوك الاول في سنه الدهون اللي موجوده او الزيت البسيط اللي انا حاطه. كلام جميل. شوفوا انا وزعت شويه اللحمه بتوعي كيوبس كده، مكعبات بتاعتي في قلب الطاسه كلها، وهسيبها كده تاخد الدرجه بتاعتنا الحلوه اللي احنا عايزينها. يبقى كده اللحمه بتاعتي عندي على النار، هسيبها لما تبتدي تشتغل براحتها خالص. وعندي شويه فيون او ميه بتجهز عندي. دايما بخلي عندي في المطبخ ميه بتغلي دايما او سخنه على طول. هجيب كده الكوسه بتاعتنا وهبتدي هقطع الكوسه حتت صغيره كده. وطبعا مش هحط الكوسه الاول لان الكوسه من الحاجات اللي بتستوي بسرعه جدا. يبقى الطاجن بتاعي هنقول كده مكوناتنا واحده واحده. عندي كوسه، لو عندك بتنجان حط بتنجان مفيش مشاكل، عندك بطاطس حط بطاطس. انا هحط هنا المتاح او اللي موجود عندي في المطبخ، مفيش مشاكل خالص. معانا تليفون؟
مدام حنان. ازيك يا شيف خالد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كل طيبة. سنه وانت طيبه. انا ليه عندك طلبين يا شيف خالد؟ 3 يا فندم. الرز بلبن، عايزين نعمل رز بلبن اللي بيخش الفرن عينيا. بتاع بره، وعايز اعرف مقادير شكلامه من غير مربى. عايزه ايه يا مدام حنان تاني؟ شكلامه من غير مربى. عينيا حاضر، نقول شكلامه من غير مربى، تأمريني. تقولها لي النهارده لو سمحت. حاضر عينيا. والرز بلبن بقى قول لنا بقى بتاع الفرن وحياتك. وايه؟ الرز بلبن بتاع الفرن اللي بيبقى هنقول الرز بلبن، هنقول طريقته ازاي بتاع الفرن. ايوه يا فندم حاضر. ماشي. عينيا حاضر. ميرسي قوي، شكرا يا شيخ. ميرسي ليكي، شكرا ليكي. حلو كده زي ما انتم شايفين، احنا واحده واحده بقلب كده اللحمه بتاعتي. تبتدي بس اقلبها، هتبص تلاقي اللحمه بدات تتشوح من جنب. الطاجن اللحمه بتاعنا احنا بنعمله واحده واحده، وهقلب كده واحده واحده كده زي ما انتم شايفين. كلام جميل. اللحمه بتاعتي مجرد ان هي خدت الكوتنج كامل من كل الجهات، ما عنديش حاجه لسه مكشوفه كويس، يبقى انا كده تمام. بقطع الخضار بتاعي على جنب كده. هاخد بصلايه، يبقى كده بصلايه اهي بتاعتنا، ومعانا المقدار بتاعنا نازل على الشاشه. نراجع كده مقاديرنا واحده واحده. عندنا بصل، عندنا جزر، عندنا لحمه، عندنا بسله، عندنا توم باودر او توم فريش، وعندي البصل ممكن احط بصل باودر او بصل فريش زي ما انا عايز، مفيش مشاكل خالص. خدت بصله كده، وهاخد بصله كامله كمان فريش. يبقى انا عندي بصل احمر وبصل اخضر الاثنين مع بعض في طبخه واحده، مفيش مشاكل. وعندي شويه جنزبيل او جينجر فريش او عادي، لو موجود عندك العادي مفيش مشاكل. وعود قرفه خشب اهو، هنزل بعود القرفه الخشب هنا. وادي الجنزبيل بتاعي دراي، وهنزل بده كله مع بعضه كده واقلبه يبتدي في قلب الحله بتاعتي كده. الله عليك، كلام جميل. وهم كده زي ما هم على جنب. هاخد هنا ايه، سنه زيت. خدت بالكم انا ما خدتش زيت كتير للحمه، ومعلقه زيت صغيره كده على جنب. وهاخد فيها البصله كده، البصله بتاعتي هنا اهي، وهسيبها برضو ايه تدبل كده. يبقى عندي البصله كمان بتدبل على جنب في قلب نفس الحله بتاعتي او الطاسه اللي انا بعمل فيها. يبقى عندي البصله كده على جنب، والبصل الاخضر مش هنزل بيه دلوقتي. وواحده واحده احنا شغالين مع بعض بهدوء، ما تستعجلوش. عندي البصله مجرد انها تدبل عندي، هبتدي انزل عليها. البصله هتبتدي تدبل معايا وتنزل ميتها. هبتدي انزل عليها بالايه، بالجزر، لان الجزر بياخد وقت اطول. هاخد الجزر كده عندي اهو، عشان ده بياخد وقت اطول في السوى من باقي المكونات اللي عندي. يبقى انا نزلت كمان بالجزر عندي جنب البصله كده، وهقلبها. يبقى كده عندي اللحمه موجوده، وعندي الجزر بتاعي نزل والبصله، وهقلبهم مع بعض كده في جنب الحله. تبقى كده في نفس الحاجه اللي انا شغال فيها، حطيت مكوناتي مع بعض وهي شغاله كده. وواحده واحده هجيب ثمره بروكلي، ثمره بروكلي كده، وهاخدها برده معايا. هقطعها كده كبيره، مش عايزها حتت صغيره. واخدها كده عندي الزهره بتاعت البروكلي نفسها هي اللي هاخدها عندي، واقطعها كده وانزل بيها. بعد ما قلبت دي هبتدي اقلب كله مع بعضه. قلبت الدنيا كلها مع بعضها والدنيا شغاله ماشيه زي الفل، ما عنديش مشاكل. هنزل بالبصل الاخضر عليها اهو، وهقلب المكونات دي بتاعتي كلها مع بعض. ما حطيتش اي توابل لسه ولا اي حاجه غير الجنزبيل والقرفه. يعني ما حطيتش عود جنزبيل فريش او حطيته دراي، مفيش مشاكل. في جنزبيل بيتباع، الجذور بتاع الجنزبيل بتبقى دراي كده، بتبقى ظريفه قوي. بعد ما عملت كده وخلاص والدنيا تمام، هاخد عليها شويه من البيون. الو. ايوه يا شيخ. زينب. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك، عامله ايه، اخبارك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه بصحه وسعاده. ربنا يخليك يا شيخ. ربنا يخليك يا رب. نمرة حضرتك يا شيف جددتها ولا ايه؟ عايزه اسالك على منتج ما ينفعش تقولهولي على الهوا. طيب حاضر. بصي حضرتك بعد الحلقه على طول كلميني حضرتك، اول ما تخلص الحلقه هرد عليكي واديكي نمره ان شاء الله. على النمره الارضيه يعني يا شيف؟ النهارده اديني بس كلميني وانا اديلك النمره اللي ما خدهاش في الكنترول. تحت امرك يا فندم. حلو كده. يبقى احنا كده واحده واحده اهو، بظبط الدنيا بالراحه خالص، وهسيبه كده يبتدي يشرب ميته. يبقى انا كده الطاجن عندي اللحمه هتبتدي تستوي واحده واحده، ومعايا كده الخضار هيبتدي يستوي. ابتدي اجهز انا عندي بقى ايه،
عندي الكوسه بتاعتي جاهزه، مش هنزل بيها غير كمان شويه، لان الكوسه ما بتاخدش معايا وقت في التسويه. بس هجهز عندي شويه بقى فلفل، هجهز عندي الفلفل بتاعي اهو، هبتدي اقطعه شرايح كده جميله، وهجهز ان شاء الله حتى لو شريحه طماطم في كل طاجن، يبقى عندي شريحه طماطم لكل طاجن كده، مش محتاج اكتر منها. كويس. انا ما بحطش عليها طماطم كتير، عشان كده مخلي طماطمايه احط شريحه منها على كل طاجن هتكفيني قوي. وادي الفلفل بتاعي، هاخد برضو كام شريحه كده، دول كفايه قوي. قرن فلفل كده محترم من الراجل الطيب ده بيحبه، مش انت بتحب الفلفل الحامي؟ ايوه. هاخد قرن فلفل كده حامي. يا اسلام. ازيك يا سيد خالد؟ ام اسلام. ازيك يا سيد خالد؟ ازاي حضرتك؟ تسلم ايدك على الحاجات اللي بتعملها. تسلمي لي، ربنا يخليكي. انا عايزه شيف كيك سخنه يا سيد خالد. عايزه ايه؟ شيف كيك ساخن. مش سامعك. شيف كيك السخن. انا ما سمعتش برضو. شيف كيك السخن. اللي تشيز كيك السخن. يا حاضر. ريت تعملوه لنا بكره ممكن؟ نعمله بكره؟ عينيا. حاضر بس يا كده. ريت والنبي بتجوز نعمله شتا بكره. بقى وكل سنه انا اقدر اقول وحضرتك لك لا؟ طيب. تحت امرك يا فندم. هقلب كده، يبقى احنا كده عندنا بكره التشيز كيك السخن، نعمله ان شاء الله مع بعض. وهقلب كده الطاجن بتاعي يبتدي ايه؟ يستوي شويه، وزي ما انتم شايفين ده كده ماشي كلام جميل. هاخد الكوسه عندي بعد ما بدا التسويه كله بيخش مع بعضه، هبتدي انزل زي ما انتم شايفين الكوسه كده على الوش، واسيبه كده. بصوا نسبه البيون اللي انا حطيتها، كبشه البيون قلت، مش هحط تاني بيون دلوقتي الا امتى؟ وانا برص في الطاجن. جهزت الفلفل بتاعي، هاخد كمان شويه بسله تستوي بقى كده معايا اهي. هي برضه عشان هي خضراء فمش هتاخد معايا وقت طويل، هتستوي بسرعه. يبقى انا كده ادي شويه البسله بتوعي، وهبتدي اديله شويه بيون، واسيبه كده بقى ايه الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده يكمل سوا. يبقى ده كده معايا وهو شغال على النار كده زي الفل. مش محتاج اديله اي حاجه تاني دلوقتي غير ان هو ايه، اسيبه يبتدي يغلي ويظبط نفسه بالراحه خالص. وابتدي اتبله امتى؟ وانا بنقله على الطاجن. يبقى انا مش هتبل خالص دلوقتي، هتبل امتى؟ وانا طالع على الطاجن. ساعتها بس هبتدي اتبل واديله التوابل بتاعته، واديله الفلفل والحاجات الجميله اللي عندي الخاصه بالطاجن بتاعنا. يبقى ده كده ماشي شغال. هنقل دي زي ما هي هنا اهي على نار اعلى، واخليها ايه تغلي كده براحتها. النار بتاعتي جاهزه والدنيا شغاله ومظبوطه وزي الفل. هشوف غطا كده، غطا كبير اغطي بيه عشان اسيبها ايه زي ما انتم شايفين كده. غطيتها، هسيبها تبتدي تغلي شويه عشان اضمن ان الدنيا كلها بدات تخش مع بعضها. عندي شويه ليمون معصفر، هحطهم امتى؟ هنقول واحنا بنغرف، يعني واحنا بنحط في الطاجن وهنبعت على الفرن هنقول امتى هندخل الليمون المعصفر بتاعنا. يبقى فاضل لنا الفلفل، فاضل لنا الطماطم، يبقى واحده واحده كده. وهبتدي اخد الطماطمايه بتاعتي، هقطع شرايح طماطم اهي واحده واحده كده اهي. طماطمايه بقطع منها كام شريحه حلوين واجهزهم عندي. يبقى كده كام شريحه طماطم جاهزين، وهم دول اللي انا هحتاجهم للطاجن. تعالوا نجيب الطاجن بتاعنا ونبقى مجهزينه عندنا. يبقى مجرد ان هي بتغلي عندي واحس ان البسله بدات تدبل شويه، احنا بنشتغلها كده. يعني احنا بنشتغلها دايما في المطاعم عندنا وفي المطابخ، دايما بنشتغل بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. بجهز كل حاجه بتبقى جاهزه عندي. اول ما هيبتدي تخش عندي في تقريبا شويه تسويه محترمين، خلاص هي بدات اهي، احس ان هي بدات تستوي. اللي هي الايه البسله عندي، انتوا عارفين البسله مجرد انها تنزل في الميه اللي بتغلي لمده دقيقتين بتلاقيها خلاص بدات تقول انا داخله في سوا. يبقى هي كده خلاص، فاضل لها دقيقتين كمان، وهبتدي انقلها عندي فين؟ في قلب الطواجن، وارص عليها، وابتدي ادي الملح بتاعي بقى وكل حاجه انا عايز اديها واحده واحده، مفيش مشاكل. هجهز كده حاجه عشان اشيل بيها، وبعدين اوزع البيون بتاعي عليها واحده واحده. تاني نقول احنا عملنا ايه كده. الدنيا كلها مظبوطه، فاضل لي الليمون المعصفر، وهدي رشه كاري بقى واتبل الموضوع علشان يديني تيست ويديني شكل جميل. وهاخد كمان، انتوا عارفين الكرنب، ممكن تجيبوا كرنب احمر او كرنب اخضر، مفيش مشاكل خالص، ده هيشتغل وده هيشتغل. اجيب كرنبايه كده من تحت، وما تنسوش ان احنا لسه ما حطيناش الخضار. كويس. هاخد حته كرنب كده صغيره قوي اهي، دي بتديني تيست حلوه قوي معاها. هاخد دي. والكرنب الاخضر او الكرنب الاحمر دايما بيشتغل في كل المطابخ تقريبا موجود.
تقريبا احنا بس اللي ما بنهتمش بيه رغم فوائده الكتيره جدا جدا جدا. كلام جميل. يبقى احنا كده واحده واحده كده قطعت البروكلي عندي، او البروكلي احنا حطيناه، قطعت الكرنب الاحمر. هاخد شويه كرنب احمر كده في الارضيه في الطاجن بتاعي. يبقى كده شويه كرنب احمر هيدوني تيست وريحه جميله للطاجن بتاعي وقيمه غذائيه عاليه. يبقى انا كده حطيت ده هنا في الارضيه، وهحط في الفلايه كده معاه في الارضيه. حلو لحد كده، كلام جميل. ودي خلاص بصوا بتغلي قوي، خلاص غليت معايا وادتني النتيجه اللي انا ان شاء الله محتاجها. هبتدي اخد منها واغرف، بس قبل ما اغرف ابتدي اتبل. هنتبل هنا ازاي؟ هاخد شويه من الكاري، رشه كاري كده، يعني تقريبا ربع معلقه كاري، شويه من الكمون، شويه من البودره، بودره الثوم، شويه من الكزبره الناشفه. التوابل عندي واحده واحده كده. هخش بقى في البابريكا والملح والفلفل، وهدي واحدتين حبهان كمان عليها كده. تمام، واحدتين فصين حبهان اهو، بس افتحها كده. الحبهان لازم اكسرها كده. تاني احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ نفكر بعض. احنا بنعمل ايه؟ بنعمل طاجن لحمه بالخضار. حلو كده، رميت عليه الحبهان وبدا وهو بيغلي شغال زي الفل. هبتدي ادي شويه جوز الطيب، لا بشتغل بالاثنين والله يا ريس، كندوز وبقري وكله وبتلو. كلام جميل. حلو كده. اردي شويه ملح صغيرين. انت بتطلع عليا اشعاعات يا ريس. ادي كده رشه ملح. لا 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 لا، اللحم البقري جميل، واللحم الكندوز والبتلو زي الفل. اهم حاجه نشوف احنا عايزين ناكل ايه، لان في الاول كل حاجه وليها طبخه. البتلو لو انا حطيت بتلو هنا هيتهري بسرعه جدا. كويس، خلاص كده ده كلام جميل. وحته اللحمه الخشنه اللي بتاخد وقت هي اللي بتطبخ. اللحمه الناعمه بتتاخد على الجريل على طول. كلام جميل. هاخد كده، بصوا هبتدي اخد كده عندي زي ما انتم شايفين، احط في الطاجن. اوزع الاول اللحم بتاعي والحاجات الاول. الطاجن بتاعي كده يا بوسي. الو الو الو، ازيك يا بوسي؟ الحمد لله. مساء الخير. مساء الخير عليكي. الله يخليك يا كابتن. بقول لحضرتك، انت هتعمل النهارده رز مع اللحمه دي؟ ايه ممكن يتقدم معاه رز، مفيش مشاكل. طب هتعمله النهارده يعني مع اللحمه لا دي؟ النهارده مش هعمل معاه رز. طب اعمل معاه ايه؟ طيب اعمل معاه انت ايه؟ ممكن تعملي معاه رز لو عايزه، بس هو الطاجن ده بيتقدم زي ما هو، وممكن يتقدم معاه رز، وممكن يتقدم من غير اي حاجه، يتقدم اللحمه دي بس ومعاها طب عيش. في اي صوص معاه؟ اي حاجه معاه؟ اي حاجه انت عايزاها، مش هيقدر يقول لك لا. طب انت هتعمل معاه صوص النهارده ولا لا برضه؟ ايه حضرتك هتعمل معاه صوص النهارده ولا لا؟ صوص ايه؟ اي صوص لحمه انت يعني. عايزه رز؟ انا عايزه صوص مع اللحمه لو حضرتك هتعمله النهارده. الطاجن ما بياخدش صوص. الطاجن الصوص بتاعه هو اللي موجود معاه، ده هو الصوص وبيستوي معاه في الفرن دلوقتي. ايوه طيب كويس؟ خلاص هنقول كل اللي انت عايزاه يا بوسي. حاضر عينيا. كتر الف خيرك. وكنت بس هسال حضرتك على حاجه. انا قلت للشيف بس مش واخده بالها شويه. مش سامعك. انا زبده بس عاملها اسمها ري واو، وباقي الحروف لو حضرتك تعرف. الايه؟ زبده انا بستعمل زبده ري، اولها ري وواو، باقي الحروف لو حضرتك تعرف. لا ما مالها بقى؟ حلوه دي ولا لا مش حلوه دي. طب ايه اللي احلى منها؟ لا ممكن تكلميني ولا لا. ادخل على حضرتك على الصفحه ممكن خش على الصفحه ابعتيلي وانا هرد عليك على اللي انت عايزاه. كتر خيرك يا شيخ. شكرا ليك يا ابو تحت امرك. كلام جميل كده. يبقى احنا كده بندي اهو. بصوا الثلاث طواجن جم مظبوطين زي ما احنا عايزين. هبتدي احط كل الرول اللي عندي ده او كل الخلطه بتاعتي في الطاجن بتاعي واملاه كده بالراحه خالص زي ما انتم شايفين. مش هسيب حاجه، لن اترك منه شيئا. حلو دي لغه عربيه فصحى. حلوه دي. انا عايزك تبقى مبسوط مني يا دكتور. كلام جميل كده. يبقى احنا كده لحد كده تمام. نشيل البصلايه دي، لازم تتشال. هي فين يا ريس؟ دي هي دي اللي مزعلاك من بدري؟ لا دي تتقتل. تعالوا نيجي هنا بقى مع بعض. احنا قلنا ان في عندنا ليمون معصفر. هقطع الليمون بتاعي ده كده
بصوا القطعه كده وهبتدي انزل فيه، ده هيديني تيست حلو قوي وهي بتستوي. وليه حطيت الليمون في الاخر ما حطيتوش في الاول؟ لان لو حطيته في الاول هيتهري وهو اصلا مهري مستوي كفايه. هحط كده الليمون، ده هيديني مزازه حلوه قوي وطعم جميل للطاجن. يبقى كده تمام. نعمل ده تاني كده بالراحه خالص، ناخد حته ليمون كمان. يبقى احنا كده وزعنا عليه ليمون اصفر حطيناه، وهبتدي احط عليه طماطمايه واضغط عليها كده علشان اقرص على الطماطمايه بتاعتي لحد ما تعترف. كلام جميل. فلفلايه مع الطماطم كده على الوش. يبقى كده الطاجن بتاعي جاهز. ايه الطاجن ده؟ حلو لحد كده، كلام رائع وبسيط وجميل. هاخد الطاجن بتاعي ده زي ما هو كده خلاص جاهز عندي. فاضل عليه بس احط له ايه؟ هحط له ورقتين بقدونس، ورقتين كزبره خضراء عليه علشان يبقى انا جاهز ان انا اشتغل عليه على طول. هاخد كده زي ما انتم شايفين بقدونس اهو بايدي زي ما هو، هحط عليه ورقتين بقدونس كده. ده هيديني ريحه للطاجن بتاعي حلوه قوي وانا بقدمه. كلام جميل. يبقى كده بقدونس، وهاخد عليه ورقتين كزبره، واحنا حاطين كزبره دراي جوه وحاطين فيه توابل وكل حاجه مظبوطه عندي. لحد كده كويس، لحد كده جميل. هاخد الكلام بتاعنا ده، الطواجن بتاعتنا الحلوه دي، وهرجع على الفرن بتاعنا اللي شغال على درجه حراره 180 مش اكتر، وهخش الفرن وهسيبه بقى في الفرن يكمل سوا. يبقى اللحمه بتاعتي واخده كل حاجه مفيش مشاكل، حطيت عليها التوابل، حطيت عليها الفلفل، حطيت عليها الطماطم، وهبعتها الفرن واقفل عليها واسيبها تستوي براحتها. يبقى لحد كده احنا ماشيين واحده واحده، ما عندناش مشاكل. يا مدام ماجده، ازيك يا شيف؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ شركات الاتصالات كلها عامله ايه معاك؟ احنا عايزين رقم بقى صحيح. يا فندم رقم لحضرتك صحيح كويس بقى يعني. عينيا حاضر. يعني هو حضرتك ليك رقم جديد؟ الرقم القديم اللي معانا يعني؟ لا والله الارقام اللي كانت معايا ضاعت. اه فان شاء الله هجيب رقم ان شاء الله النهارده، ممكن باذن الله بكره تلاقوا فيه رقم في الاستوديو باذن الله. خلاص ماشي. تحت وحياتك أمرك يا يا شيف فندم. كان ليا سؤال بس. أمريني. كنا عايزين التشيز كيك السخن، وقول لنا ايه الفرق بينه وبين البارد وانه الاسهل يعني. ما عايزين سمعتش طريقه والله يا سهله فندم. بس. التشيز كيك. اه عينيا حاضر. الاسهل اللي على البارد ولا السخن؟ احنا هنعمل بكره تشيز كيك. اللي هو ايه، السخن ولا البارد؟ اللي الطلب كان السخن ولا البارد؟ اللي الطلب تشيز كيك تقريبا السخن. هي طلبت السخن. هنعمله هنعمله ونقول الفروق بينه وبين البارد وطريقته ايه، وايه إيه المميز في ده او في ده، وايه الاسهل، وايه يعني كل حاجه هنقولها بكره ان شاء الله في التشيز كيك. خلاص ماشي. عينيا تحت شكرا امرك يا يا شيف، فندم. تسلم ايديك. شكرا ليك. تعالوا نقول الرز بلبن بسرعه بس واحنا شغالين وهنبتدي نخش في الرز بلبن. عايزين نعمل ايه؟ هنجيب حله، اريد حله واحطها على النار تسخن. يبقى احنا كده الحله بتاعتنا على النار بتسخن، وعندنا وهي بتسخن عندي كده هبتدي اشتغل واحده واحده. يبقى عندي الحله هنا، هبتدي اجيب شويه بروكلي، عندي اهو شويه بروكلي حلوين، وهجيب معاهم سنه شبت، عودين شبت حلوين كده. دي هعمل شويه شوربه ان شاء الله تعجبكم قوي وجميله جدا. وهاخد معاها عودين كزبره، عودين كزبره وعودين بقدونس. حلو كده. نقول كده المقادير بتاعتنا بتاع الشوربه بتاعتنا عباره عن بصل وتوم. هاخد بصل وتوم وبروكلي. تاني نقول هناخد بصل وتوم وبروكلي، وهاخد عليها شويه ليمون معصفر، برضو حبايه ليمون واحده معصفره، وبصله كبيره وبصل اخضر. وتعالوا نعمل الشوربه بتاعتنا، ومن اسهل انواع الشرب واجملها على الاطلاق. ومعانا المقادير نزلت على الشاشه. هاخد معلقه من الزيت على النار كده، والحله بتاعتي سخنت بما فيه الكفايه، وهاخد بصله. يبقى كده عندي بصله اهي. يبقى احنا المقادير بتاعتنا سهله ما فيهاش حاجه صعبه. هاخد بصلايه كده وهقطعها كده زي ما انتم شايفين، بصلايه واحده. يبقى بقطع البصله بتاعتي واحده واحده كده لحد ما ايه، ما انعمها شرايح، مش محتاج ان انا انعمها ناعمه قوي ولا حاجه. وهاخدها عندي في النار. ربنا يبعدنا ان شاء الله عن النار. وهقلب دي كده كويس عندي على النار. البصله تدبل كويس قوي، وعشان اخلي البصله بتاعتي تدبل وما تتحرقش هرمي معاها شويه ايه، ملح صغيرين. الملح هنا هيعمل ايه، هيخلي البصله تعصر بسرعه وتنزل ميتها وتدبل وما تتحرقش معايا. حلو كده. يبقى احنا حطينا بصله على النار وحطيتها كده وبدات تدبل معايا. مجرد انها دبلت عندي بقت جاهزه معايا. هرمي عليها على طول الايه، شويه البروكلي. يبقى عندي كده شويه البروكلي عندي مع البصله،
وهقلبهم مع بعض كويس قوي. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل شويه شوربه سهلين وظراف، وقلنا الموضوع مفيش اسهل من كده. وعندي شويه انهي واحده دي؟ انا اشيل دي خالص. هنا ولا هنا؟ دي عينيا حاضر يا فندم، انا ما اقدرش اقول لك لا، وانا اتلسع وانت تبقى مبسوط. حلو كده. هقلب البصله بتاعتي كده ومعاها البروكلي بتاعنا، ويتقلب كويس قوي لحد كده احنا ماشيين، ما عندناش مشاكل. يبقى كده البروكلي باخده كده مع البصله، بياخد عندي ريحه وطعم جميل. هرمي عليها عود قرفه خشب، وده اختياري، هيبتدي يديني تيست ويطلع تيست جميل. يبقى كده ماشي، انا ماشي واحده واحده، كلام جميل. هاخد هنا دلوقتي وانا بقلب كده معلقه من الدقيق، معلقه دقيق واحده من البدايه على الخلطه بتاعتي كده، وهقلب الكلام ده. وبعد كده هروح مدي كوبايه من اللبن على الخليط ده، بص، او كريمه لباني، كلام جميل. وهرمي دي واقلبها واطلع فاصل صغير وارجع لكم بعد الفاصل، انتظروني. لكم بعد الفاصل. وقلنا قبل الفاصل احنا عملنا ايه؟ عملنا الطاجن بتاعنا ودخلنا الفرن، وقلنا ان كل خلطتنا اتعملت على النار، وبعد كده جمعناها كلها في الطاجن، حطينا عليها الليمون المعصفر، وحطينا عليها طماطم، وحطينا عليها الفلفل من فوق، وضغطناه كده مع بعضه، وطبعا تبلناها قبل ما ندخلها الفرن. وحطينا هنا البروكلي بتاعنا، وحطينا كوبايه من الكريمه اللباني معاها، طفيت عليها بالكريمه اللباني، وحطيت معلقه من الدقيق، كله مع بعضه. وبعد كده هرمي عليها ايه؟ شويه من البيون او الميه اللي بتغلي، واسيب الكلام ده كله ايه؟ يغلي مع بعضه بقى شويه. يبقى انا كده خلاص حلو قوي لحد كده. وطبعا عشان احنا حاطين معلقه دقيق، فهندي شويه بيون حلوين. وتعالوا هنا هنرمي معاها فلفل، واحده فلفل اخضر متقطعه. طبعا احنا عايزين اللون الاخضر يبقى الاساسي. شويه من الكزبره والبقدونس مع بعض، واحطهم عليها. حلو، كلام جميل كده. الراجل ده ذوق الصراحه. حلو كده. هبتدي اقلب ده وكله مع بعضه، واسيبه على النار براحته خالص. مش هحط عليه اي حاجه تاني الا امتى؟ وانا بضربه مع بعضه. وعندي الليمون المعصفر، هاخد واحده ليمونه اهي زي ما هي، هنزل بيها زي ما هي كده. هي مستويه وهتتهري معايا جوه الخلطه بتاعتي، ودي هتديني طعم مختلف عن البروكلي العادي. كل الناس اللي بتعمل بروكلي بتعمله بالطريقه العاديه، احنا بنديله تيست مختلف شويه. ومش هدي توابل خالص الا لما اضربه وانعم البروكلي بتاعي. بعد كده ابتدي ايه؟ اظبط الدنيا. ماشي. في ناس بتزعل يا عم لما بقول البروكلي بتاعي، البروكلي بتاعنا كلنا، عشان ما حدش يزعل. حلو كده. تعالوا بقى ايه؟ بعد ما خلصنا البروكلي بتاعنا كلنا، حطيناه على النار يشتغل وسيبناه. تعالوا دلوقتي نبتدي ننظف كده البلانشه بتاعتنا. وطبعا البلانشه عشان انا من بدري بقطع عليها خضار بس، فمش محتاج ان انا اغير بلانشه ولا اغسلها ولا الكلام ده كله، لان انا بقطع خضار، ما قطعتش عليها حاجه غير الخضار بس. كل الموضوع ان انا ايه؟ هشيل كل اللي عليها وابتدي اقطع طبق سلطه محترم اللي احنا هنعمله، ونعمل الدريسنج بتاعنا اللي احنا هنعمله له. نقول الطبق السلطه بتاعنا عباره عن ايه؟ حلو. لا بس اصل هو بيسالني بيقول لي انت عملت ايه هنا، ف شكله عايز ايه؟ عايز هو يشتغل بدالي. يا ريس الموضوع انتوا جايبين لنا مصورين يشتغلوا بدلنا ولا ايه؟ طيب ماشي يا ريس. هاخد ورقتين بصل اخضر كده اهو، ورقتين بس كده من الاخضر ده، وهرميهم برده معايا، هيدوني نكهه جميله وظريفه مع البروكلي بتاعنا. يبقى كده مش مجرد بروكلي، لا ده خلطه كامله، حاجه ظريفه كده تعجبنا قوي. تعالوا نعمل السلطه بتاعتنا يا مدام ناديه. السلام عليكم. الو. الو. ازيك يا شيخ خالد؟ ازيك يا مدام ناديه، اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير طول ما انت بخير. منور الشاشه والله. أمريني الطواجن اللي عاملها دي جميله، تفتح النفس. تسلمي لي، انا تستاهل بقك يا هعملها فندم والله. الله يخليكي. وعايزاك تشكري المخرج جدا، لانه ما شاء الله عليه، يعني ايده معاك كده على طول. انا بشكر المخرج وبشكر المصورين. ليه؟ لان انا من غير ما اقرا المقادير بحس ان انا حفظت الاكل منك والله. تسلمي، كتر خيرك. انا عايزه اطلب منك طلب، بس ايه، ما تردش عليا، هزعل. الله يخليكي. وسامح طبعا هعمل مصور مبدع شغال معانا، عمال بيخش جوه الحله. سامح
لو سمحت يا شيخ خالد، اموريني. ان شاء الله بكره هعمل كشري مصري. حلو. عايزه من حضرتك بس الصلصه الحمراء بتاعته والصلصه البيضاء. نقول الصلصه الله الحمراء يخليك قبل ما البرنامج يخلص. والصلصه. ماشي. هو الكشري ليه صلصتين؟ لا مش في اللي هي الصلصه مدمعه وبعدين البيضه الثانيه. الدقه قصدك؟ الدقه البيضاء ايوه الدقه بقى مش الصلصه البيضاء. ايوه تحت امرك. حاضر بالله عليك لا تقولهم. حاضر يا فندم. هقول دلوقتي ماشي. بس الرز بلبن الاول وبعديها حاجة على لو طول ما نحلي قلتليش. بالكشري. وهشتكيك للمخرج. حاضر. ماشي. تحت امرك. شكرا كل ليك يا سنة فندم وانت وشكرا طيب لاتصالك. والكاست كله طيب الله يخليكي وكل سنه وانت طيبه يا فندم. كلام جميل. هبتدي كده ايه، اجيب طاجن او بوله كبيره وبوله تانية صغيره هنا اللي هنعمل فيها الخلطه بتاعتنا. البوله الكبيره بتاعتنا دي هنقطع مع بعض كل الخضار اللي موجود. الخضار بتاعنا في السلطه بتاعتنا اشتغلي زي ما انت ما عايزه. ما دام انا هعمل سلطه، السلطه بتاعتي عباره عن ايه؟ سلطه جرجير. يبقى الاساس عندي الاهم حاجه عندي في السلطه ان يبقى فيها جرجير كتير، وخصوصا الالوان الخضراء. انا عايز العب على الالوان اكتر من الالوان العاديه. فهجيب كرنب احمر. هنا الكرنب الاحمر ده بيلعب معايا لون، يبقى كده انا عندي لون اهو، زي ما بنقول كده ايه يا لون، صح كده يا سامح باشا؟ وهو خشن كده زي ما هو. يبقى عندي الكرنب الاحمر بتاعنا اهو، شويه كرنب، ورقتين كرنب كده حلوين هم، وهاخد عليهم طماطمايه واحده كفايه قوي. هقطعها خشن برضو، مش هنعمها. هاخد كده من هنا الحتت اللي انا مش محتاجها دي. وزي ما انتم شايفين انا دايما بختار الطماطم تبقى ناشفه، مش عايز طماطم ناعمه، لان الطماطم الناعمه بتعمل معايا مشكله في السلطه. هتلاقوها عصرت ميه ونزلت معايا جوس زياده عن اللازم، فهتخلي السلطه بتاعتي بدل ما بعمل لها دريسنج وبعمل لها جوس حلو وظريف، بلقى نفسي انا مجبر ان انا اكل صلصه طماطم. نقول كده احنا الاول عايزين الرز هعمل رز بلبن زي اللي انت بتشتريه من بره، وممكن اعمله فرن او اعمله عادي. ازاي؟ اولا هتجيب الرز بتاعنا شويه رز، هنجيب ايه؟ شويه رز محترمين بتاع حوالي كوبايه من الرز كده. هاخدها، عندك طريقتين، يا تاخدها تسلقها في شويه ميه، يعني مثلا لتر ميه هسلق فيه كوبايه الرز بتاعتي نص سليق، دي الطريقه الاولى. او هتاخده وتحط 2 لتر لبن على النار يغلوا، وهتجيب الرز ده تغسله كويس جدا 3 4 5 مرات كويس قوي لحد ما تنزل نشاه، تحطه عندي على اللبن وتسيبه يعمل ايه على النار. هوطي النار بقى سنه صغيره، مجرد ان اللبن يغلي عندي اخلي الشعله متوسطه واحط الرز واقلبه شويه واسيبه يغلي. هيفضل يغلي لحد ما الرز ده ما يزيد عندي قوي، يبقى انا كده عملته بلبن صافي ما حطيتش عليه ميه خالص. يا اما هعمله زي ما قلنا في الاول، هحط عليه اسلقه في لتر ميه الاول وبعد كده اصفيه نص سليق واحطه على اللبن عندي واسيبه يتسلق. هيكمل تسويه لحد ما الرز يتعلق عندي في قلب الايه؟ في قلب الحله عندي. اول ما وصل للتسويه دي، على فكره 2 لتر لبن على كوبايه رز مش كتير، ده للعلم بس عشان الناس ممكن تستكتر ان كوبايه رز واحده اللي هي تقريبا 300 جرام هتاخد 2 لتر لبن، دي هتاخد اكتر وممكن تاخد لبن تاني زياده. لحد كده كويس، هسيبها تغلي معايا كويس قوي لحد ما تظبط معايا الدنيا. كلام جميل. ظبطت الدنيا معايا في الرز بتاعنا بيغلي كويس جدا. هجيب بعد كده اول ما احس ان هو يتقل معايا كافي، لو ما تقلش معايا كافي انا بعمل لك الرز زي ما بتاكله في المحلات المشهوره اللي موجوده، الرز اللي انت بتلاقيه نسبه الفات فيه عاليه وتلقى له طبقه وش كده من فوق وتلاقيه طعمه جميل. اخر حاجه بحطها له في الاخر خالص بديله شويه فانيليا سايله او فانيليا عاديه زي ما انت ما عايز عليه، وبعد كده اجيب السكر احلي التحليه اللي انا عايزها. طب لو الرز ما عقدش معايا وما علقش وما بقتش الرزايه فيه سمك كده، انا هاخد منه معلقه واحطها عندي على الترابيزه او في طبق مفتوح واسيبها كده قدامي تبرد الاول وامشي ايدي فيها. لو حسيت ان الرزايه ماشيه معايا او لسه سايله، يبقى انا هديها معلقه نشا كبيره ادوبها في شويه لبن وانزل بيها واقلب لحد ما تبتدي ايه تاخد قوام. خدت قوام هجيب السكر بتاعنا واحطه واقلب على حسب المذاق اللي انا عايزه. اللتر بياخد تقريبا 150 جرام سكر، لتر اللبن بياخد 150 جرام سكر. في ال 2 كيلو لبن مع 300 جرام 350 جرام رز هتديها تقريبا ربع كيلو ل 300 جرام. لحد كده كلام جميل، يبقى انا عملت الرز بلبن. طب انا عايز اعمله فرن يا شيف زي اللي انا بشتريه بشوفه كده بره. في نوعين من الرز بلبن اللي موجودين،
رز بيتعمل في الفرن من البدايه، رز بلبن في الفرن من البدايه بعمله زي ما انت ما شفتي كده، وبعد ما بيغلي معايا على النار باخده احطه في الطاجن بتاعي، الطاجن زي الطاجن ده، وادخله عند الفرن. ده طاجن لحمه بالخضار، لحمه باللحمه حلوه دي. واسيبه كده عندي في الفرن، ادخل الطاجن واسيبه تحت الشعله يستوي ويبتدي ياخد جراتان. طب انا بالنسبه لي اللي عملته بره، هاجي بعد كده وقبل ما انزله هحط عليه معلقتين قشطه محترمين، وممكن احط معلقتين لبن بودره يعلوا معايا نسبه الفات والدسم. هقلب، اصب في قلب طواجن او في قلب الاطباق بتاعتي، واحطه واسيبه يبرد بره، ما احطوش في الثلاجه، يبرد خالص. بعد ما يبرد الجو لوحده ثلاجه. عايز احرقه بقى بالبشبوري، اعمل ايه؟ هاجي على الوش بتاعه من فوق سنه كريم شانتيه صغيره جدا، واجيب البشبوري واجيب النار او احطه تحت الشعله او تحت الجريلا اللي عندي فوق في الفرن، ادخل واولع الشعله بتاعتي، هياخد معايا من على الوش من فوق لون الجراتان او اللون الجميل اللي انتوا بتطلبوه. يبقى احنا كده حلينا المشكله وما بقاش فيه مشاكل في الرز. تمام؟ نيجي نكمل عندنا هنا وناخد تليفون. مدام هيام، اهلا بيك يا شيف، ازيك يا مدام هيام؟ ايه اخبار سعادتك؟ اهلا، الحمد لله. ازاي لوشي وزي مصطفى الحمد لله. انت ايه اخبارك واخبار اسكندريه؟ الجو عامل ايه عندكم؟ الحمد لله. ساقعه قوي يا شيف. يعني احنا اللي عندنا حلو قوي، ما هو ساقعه برضه، احنا 7. ساقعه قوي قوي قوي. احنا تقريبا مصر دخلت في اوروبا دلوقتي، بقى زي فرنسا بالظبط. في امريكا بقى خلاص. خلاص احنا قاعدين في اوروبا، الناس اللي عايزه تسافر ما تسافرش. جدا ساقعه جدا. الحمد لله يا شيف. الحمد لله يا فندم. ازاي حضرتك؟ وكل سنه وانت طيب انت واسرتك والقائمين على القناه ومشاهدين العائله بخير. كلنا بخير طول ما انت بخير يا فندم. دايما دايما يا شيف. الحمد لله والله. ربنا يخليك يا شيف. الله يخليك شيف ربنا يخليك. انا عايزه من ايدك بقى بسكوت بالشوفان عينيا ومملح مش مسكر يا شيف. عينيا حاضر. تسلم عينيك وسلم ايدك ودايما منور القناه. تسلمي لي يا فندم، كتر خيرك. شكرا شكرا جزيلا. شكرا ليك يا فندم. كلام جميل كده. تعالوا نقول بقى دلوقتي، يبقى احنا بسكوت الشوفان هنعمله ان شاء الله. احنا اليومين دول كل طلباتكم اوامر، نعمل لكم كل الطلبات اللي انتوا عايزينها. حلو كده. هاخد برده فلفلايه كده بيضه صفرة. ايه فلفلايه بيضه دي؟ عندك فلفل ابيض يا ريس؟ انت بتوهمني ولا ايه؟ تعالوا كده. حلوه دي. هاخد كده الفلفل بتاعي بقطعه حتت كبيره مش حتت صغيره، واحده واحده كده. وعندي الشوربه بتاعتي على النار، هبتدي اضربها دلوقتي واجهزها. يبقى انا كده خلاص قطعت فلفل الوان، يبقى انا كده الفلفل عندي جاهز. حطيت طبق السلطه بتاعي فيه الوان كتير، اهم حاجه قلنا الالوان. هاخد بصلايه كده، بصل اخضر، وهقطع كده. ادي اللون الابيض الجميل بتاعنا اهو، وهقطع حلقات كده. برضو معايا البصل بيفرق معايا كتير. وهخلي الحته الخضراء دي هعملها في الدريسنج. دريسنج بالبصل ده بيبقى جميل جدا. يبقى شويه بصل كده صغيرين عندي، وهاخد سنه من الشبت هقطعها كده ورق شبت كده، مش عايزه مفروم، يبقى ورق شبت، ورق كزبره، ورقتين مش كتير، ورق شبت كده اهو، مش عايزه مفروم ومش عايز فيه عصيان، يبقى الورق بس اللي موجود عندي. وهاخد من الكزبره برضو عودين كده. انا بعلي القيمه اللي موجوده في السلطه بتاعتي. وكتروا لو عندك بقدونس حطي عليها بقدونس، البقدونس مفيد جدا. انا بلعب في الالوان اللي فيها كلوروفيل او فيها الوان جميله. ايه الكلام الحلو ده؟ ماشي، بلعب فيها كويس عشان تبقى عندي الماده بتاعتي اللي انا بقدمها او السلطه بتاعتي اللي هقدمها لاولادي تبقى غنيه قوي. هاخد الجرجير بتاعي، يفضل ان الجرجير دايما هاخده كده كبير زي ما انتم شايفين كده. السلطه بتاعتي بيبقى الجرجير حجمه كبير مش متقطع صغير. ممكن احط خيار، ممكن احط جزر. هاخد كده جزرايه، والجزرايه بتاعتي مش هاخدها برضو مش هبشرها، لا هاخدها سلايز رفيع جدا جدا، اكني بقطع اكني برص فاكهه. باخد كده سلايز رفيع يبقى ظريف معايا وبميل كده، يبقى الشريحه بتاعتي موجوده وواضحه معايا وانا شغال، وانا هاخدها معايا كده في الاكل تبقى ظاهره معايا. حلو لحد كده. يبقى احنا كده خلصنا طبق السلطه بتاعنا. فاضل عندنا الدريسنج بتاعنا. هاخد ليمونه عندي اهي جميله. وتعالوا نعمل الدريسنج بتاعنا في السريع. الدريسنج بتاعنا عباره عن ايه؟ هاخد عندي، سيبوا السلطه بتاعتنا لسه، وعندي المقادير موجوده معايا. هاخد نقول كده بس الاول واحده واحده. هاخد عصير ليمونه عندي اهو. يبقى كده عندي الليمون. انا بعمل الدريسنج دلوقتي زيت وليمون، وهاخد عليه فلفل، وهاخد عليه بصلايه ناعمه قوي هشتغل بيها دلوقتي.
واحده واحده، بس هلم الاول الايه الحاجات اللي موجوده عندي. ده للسلطه بتاعتي. يبقى انا كده بعمل السلطه بتاعتي سلطه الجرجير. جبت كل انواع الخضار اللي موجوده عندي اللي فيها الوان كاتمه، مش عايز الالوان الفاتحه، وده مهم جدا يا جماعه ان لازم الالوان عندي تبقى غامقه قوي. هاجي هنا واحنا بنعمل دريسنج واحده واحده كده نقول مقاديرنا، والمقادير موجوده معاكم على الشاشه. هبتدي مش هفرم بدي بقى، هفرم بقى ايه بالسكينه عشان انا عايز انعم قوي. هنعم البصله بتاعتي كويس قوي. هشيل دي كده، هنعم البصله قوي. ده مهم قوي. الخضره اللي انا بنعمها دي اللي هتخش معايا، لان مش عايز اضربها في خلاط، انا عايزها بس تبقى ناعمه معايا هنا كده. هنعمها كويس لان دي هي اللي هتديني التيست اللي انا عايزه. يبقى انا كده بعمل دريسنج ظريف، وارجع ابص على الله عليك. هديها شويه ميه او فيون، اي حاجه موجوده عندي. هي كده خلاص استوت بما فيه الكفايه. فاضل بس ان احنا نضربها. هنضربها دلوقتي لحد ما تقول اي كلام جميل. يبقى انا كده اهو البصله بتاعتي بنعمها لحد ما تنعم تماما. يبقى انا ايه بنعم البصله، عايز احسها ايه ناعمه خالص، مفيش حاجه فيها خشنه تماما كده. كلام رائع وجميل وبسيط قوي. يبقى كده الاساسي عندي البصل اهو، البصل والليمون. هحط بصل وليمون، هاخد معاه سنه من الثوم الناعم، سنه بصل كمان ناعم. يبقى عندي اهو. هبتدي اخش بقى بسنه بابريكا صغيره، وهاخد عليها شويه فلفل ابيض وجوز الطيب مع بعض. دول انا خلطهم على بعض يا جماعه. رشه فلفل اسود صغيره، شويه ملح، وهاخد الزيت. عندي شويه زيت حلوين اهو، وابتدي اضرب الخليط بتاعي ده مع بعضه وسنه خل. هضرب دول الاول بس كده مع بعض. ده الدريسنج بتاعي اللي انا عايزه للسلطه. بصوا لونه هيبيض معايا وانا بضربه. يبقى كده الدريسنج بتاعي ده هيبقى طعمه جميل وظريف قوي وهيعجبكم جدا صدقوني. وخرجنا من الدريسنج العادي اللي احنا بنعمله اللي ملوش طعم. ده خل، معلقه خل. الله عليك يا متابع انت. هم بيقولوا عليك الكلام اللي بيقولوه ده من قليل. حلو كده. فاضل عندي في الفلايه حاميه، احطها ولا بلاش؟ بلاش عشان الناس تاكل السلطه انا عارف. كلام جميل كده. نبص على الطاجن بتاعنا. هنجيب الطاجن بتاعنا دلوقتي، وهاخد الدريسنج بتاعي ده كله هنا معايا يا كبير. يبقى انا كده الدريسنج بتاعي حطيته كله، وابتدي اقلب الطاجن بتاعي واحده واحده، واجيب الطبق. انا هجيب طبق طبعا عشان هي مش ناعمه عندي، فينفع احطها في اي طبق انا عايزه. واحده واحده كده هبتدي. حطينا كل حاجه، هقلب السلطه بتاعتي براحه كده، الالوان تخش مع بعضها. هنطلع كل حاجه دلوقتي. اخد ده بس الاول كده اهو. طبق السلطه بتاعتي لازم احس الوانه. اديني بس يعني، ايوه يا ريت. كلام جميل. واحده واحده كده كل الالوان بتاعتي موجوده. ايه الجمال ده. السلطه بتاعتي حلو كده. كلام جميل. ده طبق السلطه بتاعنا. هبتدي انزل بقى بالباقي كده بالدريسنج بتاعنا اللي موجود جواه. وكده ده طبق السلطه بتاعنا الجميل اللي احنا عملناه. بعد ما خلص طبق السلطه بتاعنا ده، هبتدي الم الدنيا. وتعالوا نجيب ايه الحله بتاعتنا الجميله دي. احنا الحله بتاعتنا دي فيها ايه؟ احنا قلنا فيها ايه يا ريس؟ فيها كل الخير. ماشي. هنشيل منها بس عود القرفه، ما تنسوش ان فيها قرفه. هشيل عود القرفه خلاص، عمل دوره بما فيه الكفايه. وهجيب كده وابتدي ايه، هضرب كده الخلطه بتاعتي كلها، البروكلي بتاعي بالبصل بكل الخلطه اللي انا حطيتها بالخضار اللي انا حطيته كله مع بعضه كده، يتضرب سنه صغيره كده. وبعد كده هاخده عندي هنا عشان المه كله يبقى ظاهر معايا، عشان بقى اعرف اضربه كويس، اضربه ضرب مبرح. وهبتدي هنا ده اهو. بصوا هنا بقى الضرب بجد. بصوا كده بتتضرب بجد. اللون جميل. شوربه البروكلي بتاعتنا نعمت كده، نعمت تماما وبقت جميله. هنزل بيها تاني على النار، اديها بقى ايه
اديها الفليفر بتاعي، اديها كل التوابل اللي انا عايز احطها لها. مش هتبل كتير لان هي كده فيها كل حاجه على النار اهي. الله عليك، كلام جميل. هاخد عليها بقى اخر حاجه هحطها لها رشه ملح صغيره جدا، ورشه من جوز الطيب والفلفل الابيض، وتقليبه حلوه. هتغلي غلوه صغيره وابتدي اطلع باطباقي، وكده المنيو بتاعنا خلص. يعني زي ما بيقولوا ايه، الوقت معاكم المنيو. حلو كده. هبتدي ألم بس حاجتي كده واحده واحده. طبعا حلقتنا حلوه عشان انتوا موجودين فيها. رشه زيت تديني لمعه، ده دايما مهم قوي مع السلطه. رشه زيت زيتون كده على الوش تدي لمعه ولا اروع. حلو، كلام جميل. نروح للطواجن بتاعتنا الجميله. خلاص الطاجن بتاعنا خلص. هبتدي اطلعه كده من الفرن، وهو الطاجن بتاعي كده. الله عليك، حلو الكلام، كلام رائع. نجيب بقى الطبق بتاعنا الجميل اللي هطلع عليه الطاجن. يبقى كده الطبق بتاعنا اهو. وهبتدي انا ايه اطلع بطاجن واغرف الشوربه بتاعتي. ما تنسوش ان احنا الشوربه بتاعتنا خلصناها. ناخد انهي طاجن يا ريس؟ ايوه اللي بيلسعني. هاخد الطاجن ده، الله عليك، وهاخد معاه عود شبت كده حلو. كلام جميل. يبقى كده الطاجن بتاعنا خلص، وباقي الطواجن بتاعتنا اهي. تعالوا نطلع الشوربه بتاعتنا. خلاص كله تمام. نخرجهم عينيا. حاضر بس اغرف لك الشوربه الاول. الشوربه بتاعتي اهي. بص الشوربه جميله اهي. بغرف الشوربه بتاعتي، قوام رائع وجميل. اتمنى شوربه بروكلي ولا اروع، مفيش كلام تاني. كلام جميل. هاخد عليها ايه؟ هاخد عليها اي خضره عندي انا عايزها. انا هاخد عليها ورقه شبت او ورقه كزبره حلوه قوي. ورقه كزبره واحده عليها كده على الوش، ورشه كريمه لباني لو عندك ابعت لي. حلو الكلام ده. نجيب بقى ايه؟ نبتدي نجيب. انت عايز مني ايه؟ عايز نطلع لك دول، صح؟ نطلع دول كمان. حاضر. هجيب طبق كده واخد عليه عشان المخرج بتاعي ما يزعلش مني لحسن ايده تقيله. حلو كده. الطاجن بتاعنا الجميل اهو، وعندي الشوربه بتاعتي اهي. يبقى احنا كده قدمنا وصفاتنا، مفيش اسهل من كده. هاخد رشه كمون صغيره كده على الوش، وعليها ايه؟ عايز سنه بابريكا ادي لون. حلو قوي كده، ماشي. يبقى احنا بنلعب بس باللون شويه. نيجي بقى ايه؟ نطلع دول. كلام رائع وجميل. الطاجن بتاعتنا طلعت، مفيش احسن من كده ولا اسهل من كده. هديها برضو عود شبت ظريف من عندي من الجنينه كده. تمام. مبسوط مني يا ريس؟ حلو الكلام ده كده. نبتدي نلم بقى الدنيا بتاعتنا، مش عايزين حاجه هنا. خلاص احنا خلصنا الطبق بتاعنا، كله خلص، كله تمام. نقول دلوقتي نراجع اللي احنا عملناه. نقول احنا عملنا ايه. احنا النهارده عملنا ايه مع بعض؟ عملنا احلى طاجن ممكن يتاكل، طاجن جميل جدا. عملنا معاه شوربه بروكلي، عملنا طاجن اللحمه بالخضار. حطينا خضار، كل انواع الخضار اللي ممكن تكون عندك في الثلاجه حطيها، مفيش مشاكل خالص. تمام. حطي اي خضار انت عايزه تحطيه. بعد ما حطينا الخضار عملنا كمان البروكلي بتاعنا. حطينا بروكلي وحطينا معاه بصله، وحطينا معاه فلفلايه خضراء قطعناها معاه، وحطينا معاها كل الكزبره، شويه كزبره وشويه شبت صغيرين جدا وشويه بقدونس، وخدناهم على النار وسبناها تغلي مع بعضها. حطينا كوبايه كريمه لباني عليها ومعلقه دقيق وسبناها تغلي، وبعدين تبلناها، حطينا ملح وحطينا فلفل، حطينا التوابل بتاعتنا، كنا حاطين عود قرفه معاها. ليه؟ عشان اكثر طعم. مش عايز الطعم بتاع البروكلي العادي، انا عايز طعم يكون جديد وظريف. لازم تجددي حتى في الاطباق العاديه اللي انت بتعمليها. عملنا طبق سلطه اخترنا فيه كل الخضار اللي موجود اللي لونه غامق. مش عايز الالوان الفاتحه، يعني مش عايز احط حاجه فاتحه في الطبق بتاعي. انا عايز الجرجير، عايز معاه لو في كابوتشا ماشي، في كرومب احمر ماشي. الكابوتشا هيبقى لونها فاتح، فانا اخترت الكرومب الاحمر عشان يبقى لونه غامق، لان انا عايز ماده الكلوروفيل تبقى عاليه جدا، ويبقى عندي الوان
مختلفه اخد منها كل الفيتامينز اللي انا عايزها، وكل المواد سواء حديد او نحاس او اي حاجه. المعادن اللي موجوده في الخضار مهمه قوي. اهتموا شويه بالخضار، اهتموا بالفاكهه، اهتموا بالالوان على قد ما تقدروا، ده المهم عندنا. اتمنى تكون حلقتنا عجبتكم النهارده. بكره ان شاء الله معاكم هنقدم تشيز كيك ان شاء الله هيعجبكم جدا. هنعمل التشيز كيك على السخن، ونقول التشيز كيك على البارد ايه ظروفه وبيتعمل ازاي، وهنشوف ايه اللي مطلوب مننا ان شاء الله ونقدمه لكم باذن الله في الحلقه بكره باذن الله. والحاجات اللي انا لو انا ما جاوبتش عليها النهارده، الصلصه بتاعه الكشري، لو عندنا دقيقه واحده ممكن اقول صلصه الكشري بسرعه. صلصه الكشري هجيب طماطم، كيلو طماطم يكون لونه غامق، هجيب معايا بصلايه، اخد البصلايه على النار اللي انت بتدوقيها دايما. الصلصه بتاعه المكرونه بيبقى فيها بصل، باخد البصل على النار ادبلها بسنه سكر وسنه ملح صغيره، هاخدها على النار لحد ما تدبل معايا. فصين توم، احط عليها الصلصه بتاعتي واسيبها الطماطم بتاعتي تغلي كويس جدا. بعد كده اضربها كويس قوي، بتبقى عندي الصلصه جاهزه ممكن تضيفيها. اهم حاجه انت بتديها الطعم بتاعك من البصل والثوم زي ما انت ما عايزه. كل ما خدت البصله لون كل ما خدت معايا طعم جميل. عندي السلطه بتاعتنا والبروكلي، شوربه البروكلي وطاجن الخضار. اتمنى ان تكون حلقه عجبتكم. شكرا ليكم، السلام عليكم.